السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة طبخ مغربي سيداتي، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد وصفة جديدة. نتمنى تلقاكم لا فيديو ديال نهار اليوم بكامل صحة وعافية، وانتم كتشوفوا في لا فيديو ديال نهار اليوم وصفة اليوم ان شاء الله جديدة رائعة غادي تهنيك صراحة. الاكلة اللي كتهنيك في الغداء ولا العشاء ساهله ويرندوا على بركه الله نوجدوها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه غنبدا بها هنايا هي فلفله، هنايا غادي نشدها غادي نشويها. كتجي صراحه واحد النكهه مدخنه هكا في لي ساندويتش ديالنا رائعين. كما كتعرفوا الفلفله من بعد ما كنشويوها كنحطوها في واحد الكيس بلاستيكي هكا باش كتعرق هكا، باش داك الجلده القشر ديالها كيزول بكل سهوله. بطبيعه الحال كنقشروها وما ما كنغسلوهاش بدون الغسل ديالها باش نحتفظوا بداك النكهه ديال المدخنه ديال الشواء. صافي من بعد ما كننظفوها كنقطعوها هكا طريفات وقطع هكا مربعه صغيره. بطبيعه الحال اي نوع ديال الفلفل عندك، خضر اصفر برتقالي او احمر اللي عندك توفر عندك في الدار تستعمليه. كاين اللي ما كيضيفش الفلفل هكا فلفل في لي ساندويتش، ولكن ملي كتشوي كيعطي نكهه رائعه. هنايا عندي الزيتون، كاين اللي كيتباع هكا مقطع، انا خديته هكا مقطعش وقطعته. واحد حبه ديال البصله تكون هكا الحجم ديالها متوسط، وكنستعملوها كامله وكنقطعوها طريفات صغيورين، شرائح صغيره باش ما كتبانش لينا داك البصله في لي ساندويتش ديالنا ملي كتاكلوه بحال ما فيش نهائيا البصل. صافي من بعد ما نقطع البصله ضروري هنايا غادي نحتاجو الخس من بعد ما كنغسلو مزيان وكنرقدو في الماء والخل باش يتعقم لينا مزيان. صافي وكنخليوه يستقطر مزيان حتى كينشف مزيان، وكنبدا نقطعوه هكا شرائح صغيورين باش ما كيبانش لينا في لي ساندويتش. كما كتعرفوا لي ساندويتش اللي غادي نستعملو هنايا داك الخبز ديال لي ساندويتش اللي كنت ديجا استعملت اللي حضرت معكم في القناه. نخلي لكم الرابط ديال هذاك لي ساندويتش. صراحه ما خصكمش تخلوا على داك لي ساندويتش رائعين. قطعتوها كطريفات. هنايا عندنا واحد جوج د الحبات ديال البصل عفوا ديال الجزر غنشدهم غنبشرهم غنحكوهم هكا يكونوا حكاكه رقيقه يكونوا رقاق. هنا المايونيز ديالنا غادي رائع بدون بيض، 3 الحبات ديال الجبن، 3 ملاعق ديال الحليب، شويه الملحه وشويه البزار، نخلطهم مزيان. هنايا كنت استعملت داك الطراب ومع ما وصلش ليا مزيان، اضطريت على انني ندير هاد الطراب بحال هكا. وفي الاخير كنضيف القليل ديال الزيت اللي هي تقريبا 3 ملاعق ديال الزيت، كنحركو مزيان حتى كيولي ليا كريمي باش كنعزز النكهه. كيجي واحد المايونيز رائع. ضيفوا لي واحد الحبه فص ديال الثوم، واحد الملعقه هكا ديال مبشور ديال الجزر رائع. كما قلت لكم هنايا ما عندكمش الجزر ممكن تضيفوا القطع ديال الخيار مخلل. صافي وكنبدا هكا ندريسي هكا نخلط هكا المكونات اللي عندي الخس، عندي هنايا الجزر، جميع الخضر اللي عندك اللي كتقدري تناوليهم في لي ساندويتش تقدري ديريهم. عندك حتى لافوكا مثلا، هذا الموسم ديال لافوكا صراحه غير ما نسيتهاش، كانت عندي صراحه ولكن نسيتها. هنايا عندي الفلفل اللي كنا شوينا، هنا عندي الذره معلبه. هنا غادي نضيف البصل، نضيف الطماطم. انا ما بغيتش نضيف الطماطم حيت الطماطم صراحه ما بغيتش نديرها هنايا، غادي تعطيني داك بحال غتسرد ليا بزاف في داك الساندويتش ديالي. ضفت هنايا الزيتون، هنايا داك البصل، وغندير واحد علبه ديال الطون. ممكن لك ديري حتى 2 علب، ولكن صراحه في هذه الكميه انا كفاتني. واخا هذه علبه صغيره باش ما يجيش طاغي تاني النكهه ديال السمك، درت هذا غير علبه صغيره جات مزيانه عاطي النكهه ديال السمك وفي نفس الوقت ماشي طاغي بزاف. وبطبيعه الحال كنخليوها بالزيت ديالها حيت هنا ما غادي نديرو حتى شي مكون اخر. المايونيز ديجا درنا ليه الملحه والبزار، وهنايا كما كتعرفوا الزيتون شويه مالح، والعلبه ديال الطون حتى هي كتكون مالحه. وداك الزيت راه هي منكهه ما تحتاجش نهائيا اضافه داك الذره حتى هي كتكون حلوه. صافي كنخلطوا المكونات في الاول مزيان، ومن الاخير كنضيفوا لهم داك الصلصه الرائعه، صلصه رائعه بدون بيض. مايونيز كنت بارطاجيت معكم العديد من المرات الطريقه ديال المايونيز بالنسبه للناس اللي ما كيحبوش انهم يتناولوا داك البيض ني هكا في المايونيز. هذه طريقه سهله بسيطه. على فكره اللي ما عندكش الحليب وعندك
عندك غير ياغورت طبيعي ممكن ديريه مع الجبن حتى هو بنفس المكونات. ما عندكش حليب انا خففت داك الفرomاج مع الحليب باش يعطيني واحد النكهه نفس المذاق ديال المايونيز. صدقوني الا ما بغيتوش ديروا ملحه وبزار ديروا هكا شويه البزار وعصره ديال الحامض وزيت المائده حتى هو كيطلع لذيذه. هاد الخلطه هذه بوحديتها راه صالاد بوحديتها راه تناوليها بوحدها هكاك بنينه. وبطبيعه الحال هنايا غادي نبدا كندريسي في لي ساندويتش ديالنا. هنايا داك لي ساندويتش شديتهم و هكا خرجتهم من الكونجيلاتور وما سخنتهم ما والو. دابا هي طريقه مزيانه انك واخا كتكون محتفظهم في الكونجيلاتور مباشره غير كتجبديهم هكا واحد ساعه جوج سوايع قبل كيرطابوا كيوليو بحال هكا يلاه طيبين كيوليو طريين. طريقه والوصفه ديال هاد لي ميني ساندويتش كنت بارطاجيته معكم في القناه، نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف اللي عجبته الوصفه هكا. صراحه هاد لي ساندويتش هادو ما تبقيش تشريهم نهائيا غيطلعوا لك. اول حاجه هاد الصغار هكا تيكونوا بريستيج هكا تيكونوا طالعين في الثمن في المخابز، علاش لا غادي تشريهم بالثمن طالع وكيطلعوا لك ارخاص وبكميه كثيره حتى طيبي بكونجيلاتور. وليدات عزيزه اليوم هاد النوع ديال لي ساندويتش صافي. هنا كما كتشوفوا كنحاول نحيد داك اللب الداخلي ديال هكا ديال داك الخبز باش هكا نلقى فاش نعمر هكا الخبز ديالي وكنعمر مزيان هكا. هاد الطريقه ديال انك تشدي المكونات تخلطيهم كاملين دقه واحده وتضيفي لهم داك المايونيز دقه واحده كتجي صراحه احسن من انك تبقي تزي كل حاجه شويه 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 ودهني هكا. على فكره اللي كنتي كاع بغيتي دهني شي حاجه من تحت العشاق ديال الهريسه حتى هذه راه صراحه الا بغيتي ديريها كتجي تاني خطيره. ديري واحد شويه ديال الهريسه هكا وتبداي ديري الحشوه ديالك حتى هي كتجي رائعه. صافي كندير الحشوه وكندير داك الجبن فرomاج حمر هكا كنشديتو بشرتو حتى هو وكنبدا نعمر. ضروري هنايا تحيدوا كما قلت لكم اللب هكا الداخلي. وهاد هاد الكميرات الصغار رائعين صراحه غير جربوهم وخليهم عندكم في الكونجيلاتور. كما قلت لكم راه ما سخنتهم ما والو كما جبتهم خليتهم هكا كيرتاحوا من بعد ما قديت انا الوصفه ديالي وبديت كان هكا نحل فيهم بكل سهوله وكيجيو طريين بزاف. واي نوع ديال الخضر عندك في الدار يمكن لك انك تستعمل هاد لي ساندويتش كيصلحوا هكا اللانش بوكس ديال الوليدات المدرسه، كيصلحوا الغداء العشاء، كيصلحوا الخرجات هكا البحر او النزهات، كيصلحوا بزاف ديال الحوايج. يكفي انك تديري غير الحشوه وهكا الخبز هو عندك موجود. وهاد الاكلات اللي كيكونوا خفاف وصراحه غنيين وليدات ما غاديش يتناولوا الخضر. هذه فرصه فاش غيتناولوا لك الجزر ويتناولوا لك الخس ويتناولوا لك كل شيء وعرفتي شنو كليتي وشو كلتي وليداتك. وإلا عجبك لا فيديو اختي ولا خويا ما تنسونيش ملي لايك ومرحبا بكم معايا في قناتي. وشكرا للدعم ديالكم. ما تنسوش ديروا لايك ولا كنتوا اول مره تشوفوا القناه اشتركوا في القناه بطبيعه الحال فضلا وليس امرا. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديال نهار اليوم يجيكم خفيف ظريف كيجي رائع ماشي غير خفيف ظريف كيجي منعش. وهذا هو الاخر ديال لا فيديو. نترككم مع اخر لقطات ديال لا فيديو وكنضرب لكم ميعاد فيديو جديد وصفه جديده. خليت لكم رحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.